مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة كده جايلكم بشقة جديدة في الإسكان الاجتماعي، هتطلعوا منها بأفكار حلوة قوي قوي. صاحبة الشقة دي عاملة فيها ديكورات كده حلوة، وعاملة حاجات حلوة قوي في الشقة دي، هتستفيدوا منها ان شاء الله، وهتطلعوا بحاجات وافكار جميله لفرش شقق الاسكان الاجتماعي. لو انت بقى عروسه وبتوضبي بقى في شقتك، او بتستلمي الشقه بتاعتك، فهي عامله ديكورات كده حلوه. في دخلة الباب حاطه السفره بست كراسي، ومعاها نيش كده صغير بضرفتين، وعامله بوفيه كده وفيه مرايه، مساحته برضو مش كبيره. وهي هنا يا جماعة ما غيرتش في السيراميك بتاع الإسكان الاجتماعي، هي فرش الشقة على كده، وعاملة جبسن بورد في السقف زي ما احنا شايفين، وعاملة فيه اسبوتات كده ولدات شكلها جميل جدا، وحاطة كده جزامة على جنب، وحاطة كده في دخلة البلكونة حاطة انتريه كده شكله جميل، وحاطة حاجات كده ديكورات حلوة قوي قوي قوي، وعاملة حاجات شكلها جميل زي ما انتوا شايفين كده. الشقة دي يا جماعة اللهم بارك جميلة جدا، وفيها افكار حلوة هتخرجوا بيها من الفيديو ده. هي هنا فاتحة الأوضة الأولانية على الريسبشن زي ما هنشوف مع بعض، ومن ناحية الطرقة، فهي عاملة كده أفكار حلوة وديكورات جميلة، وعاملة حاجات، وعفشها رقيق جدا وبسيط وهادي، ومساحته مش كبيرة. هي تقريبا مفصلة الحاجات دي يا جماعة على قد كده المكان، فشكلها جميل جدا وحلو، وعاملة ألوان كده هادية. وكل يا جماعة ما عملنا ألوان فاتحة بتدينا كده بإيحاء بالوسع كده، وفي المكان بتحسسنا إن المكان واسع وجميل. فنحاول إن احنا ما نعملش ألوان غامقة عشان ما تديناش ضيق في المكان، لكن كل ما فتحنا في الألوان بيحسسنا كده بالوسع. وكل واحد برضو يا جماعة بيفرش حسب ذوقه وحسب الألوان اللي يحبها. أنا مجرد بس بديكوا كده أفكار إن انتوا تفرشوا بيها الشقق بتاعتكم. هي هنا فاتحة الغرفة الأولانية على الريسبشن وعلى الطرقة، حاطة فيها كده ركنة، وحاطة كده الفوتيه من باقي الانتريه، وعاملة كده فيها ديكورات بسيطة وجميلة، وحاطة كده ترابيزة صغيرة في النص، وعاملة مكتبة كده بالجبسن بورد، وحاطه فيها الشاشه، وعامله كده ستاره من الحيطه للحيطه، وعامله كده ديكورات بسيطه وشكلها جميل جدا وحلو قوي. انا يا جماعه بديكوا افكار لفرش شقق الاسكان الاجتماعي، كل واحد بقى بياخد ايه الافكار اللي تتناسب مع امكانياته ومع ذوقه ومع الحاجات اللي هو بيحب يعملها. انا مجرد بديكوا افكار ان انتوا تقدروا تعملوها في الشقق بتاعتكم، وكل واحد بيطلع من الفيديو بالافكار اللي هو يقدر ينفذها او يقدر يعملها في شقته. انا مجرد بس بديكوا الافكار دي يا جماعة زي ما انتوا شايفين. هي عاملة حاجات كده جميلة جدا وبسيطة، وما فيهاش بهرجة كتير، والوان كده هادية وجميلة زي ما انتوا شايفين. هي ما حبتش تعمل حاجات كده كتيرة والوان كتير، عاملة كده الوان متناسقة كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين. الستاير بتاعتها عاملاها من الحيطة للحيطة، مش عاملة بس على قد الشباك. نيجي بقى للمطبخ، هي فاتحه كده امريكان على الطرقه مش على الريسبشن، زي ما انا فاتحه كده مطبخي، شايل لها التلاجة والبوتاجاز والميكروويف، وعامله كده المطبخ على الجهتين، وعامله فيه كده جبسن بورد في السقف شكله جميل جدا. عامله هنا بقى مغيرتش السيراميك، عامله كده اللي هو الفوم الحجري ده اللي هو بيتلزق، فشكله برضو جميل وحلو، لان هي لو كسرت كان هيكلفها، فهي حبت كده ايه تعمل اللي هو الفوم الحجري ده اللي بيتلزق زي ما انتوا شايفين. هي ما غيرتش في سيراميك الاسكان، السيراميك زي ما هو يا جماعة، ما غيرتش في اي حاجة خالص، وعاملة كده ديكورات حلوة في المطبخ. اتمنى ان انتوا تاخدوا منها افكار زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هي غيرت بقى البيبان وعاملاها بتفتح على بره عشان ما تاخدش كده مساحة. ودي غرفة النوم يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك، غرفة جميلة جدا. عاملة كده جبسن بورد في السقف، وعاملة الستاير شكلها جميل جدا، وعاملة بقى ليدات وسبوتات. تقريبا الغرفة دي هي مفصلاها على قد المكان، فنراعي واحنا
بنفرش الشقق بتاعتنا ان السرير بتاع غرفة النوم يكون 1.50 متر، والكومود يبقى بالكتير قوي 40 او 45. ما نكبرش يا جماعة في العفش، لان غرف الاسكان بتبقى صغيرة جدا جدا، زي ما انتوا عارفين بتبقى مساحتها مش كبيرة. ما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجوا عليه. وهنا الدولاب بقى يا جماعة، هي بثلاث غرف كده بس مساحته مش كبيرة قوي، حلوة، وعندها مساحة حلوة للحركة في الغرفة، وعاملة ديكورات كده بسيطة. بجد الشقة دي يا جماعة جميلة جدا ومريحة كده، وألوانها رقيقة وحلوة قوي قوي، وعاملة ديكورات فيها بسيطة وشكلها كده جميل، مش عاملة ألوان مبهرجة، والشقة كلها تقريبا ألوانها موحدة زي بعض. بعد كده دي غرفة الأطفال، هي عاملة سريرين، السريرين تقريبا متر، وحاطة كومود كده في النص، وفي مكان للحركة حلوة في النص، وعاملة دولاب كده ورا ظهر الباب، وعاملة برضو ستارة من الشباك للشباك يعني بعرض الحيطة، وعاملة كده جبسن بورد في السقف برضو شكله جميل جدا، وفي كده سبوتات وليدات وحاجات كده شكلها جميل زي ما احنا شايفين. وعاملة كده الدولاب، فعندها مساحة بجد يا جماعة في الغرفة حلوة قوي. لو احنا هنعمل سريرين في الغرفة يبقى السرير متر، ممكن لو حطينا سرير واحد وعايزين نجيبه 1.20 متر مفيش مشكلة برضه، هيبقى جميل جدا. لكن لو هنعمل بقى سريرين يا جماعة يبقى السرير متر، ما نعملش اكتر من كده. بعد كده هنخش بقى على التويلت، هي عاملة في حاجات حلوة بتفرجنا برضو الغرفة من وجهة تانية. هي هنا يا جماعة مغيرتش في السيراميك، هي عاملة بانيو كبير كده، شالت البانيو القدم، البانيو ده بيبقى مساحته 1.50 متر، وغيرت برضو في الدش، وعاملة حوض كده بوحدة شكله جميل جدا، وعاملة وحدة أرفف كده للشاور والحاجات دي بتاعتها زي ما انتوا شايفين. هي عاملة كده ديكورات حلوة. أتمنى يا جماعة إن الفيديوهات اللي أنا بقدمها بخصوص شقق الإسكان تفيدكم، ويا رب يا رب القناة كده هتكبر بيكم وتبقى قناة جميلة وحلوة. بحبكم جدا يا أجمل متابعين في الدنيا، ما تنسوش بقى اللايك الدعم بتاعي، بحبكم جدا، باي باي.